عن أن يسيطر على المستطيل الأخضر، أن يتفوق على اللون الأزرق في يوم بالتأكيد مهم للغاية، في ظهرية ممتعة، لبطولة فاقت التوقعات، لبطولة حققت علامات الامتياز، لبطولة نجحت منذ اليوم الأول وفي كل يوم تبهرنا بجمال أكبر، بحضور أكبر. إندو وبقية الرفاق، اليابان المرشح فوق العادة، اليابان التي بالتأكيد اليمنى هذا اللاعب الوحيد اللي يلعب في الدوري، متطورة جدا، كرة قدم تعيش. راح نشوف نعم كان متسلل في اللقطة الماضية، والياباني ب4-3 عبد الله يوسف شراء واوف سايد على المنتخب. علينا ان نكون يقظين لكل الامامي هذا الياباني، ستكون المهمة صعبة. محمد ناكامورا مرة اخرى عرضية الى الامام رأسية في هذه اللقطة. ريتسو دوان اللاعب اللي عنده 5 رفقة الفرايبورغ. هنا دكة بدلاء المنتخب الياباني. ناكامورا حذاري حذاري حذاري. التحرك لناكاياما، العرضية موجود. لاعبي عجمان الإماراتي في التغطية المثالية، راح تعدي إن شاء الله. تومياسو رأسية خطيرة، ركنية رابعة يابانية، رابعة على اليابان. عادت مرة أخرى التسديد، كرات الداخلة في الكرة العرضية مكومة خطيرة يابانية بهذا التراجع الكبير، لأن الياباني قادر على الوصول. 20 دقيقة لعب، عرضية ورأسية تخلصت. أكبر على البحرين أن يكون حذرا أمام ناكامورا. 14 هاتات عرضية وطويلة وإلى الأمام من محمد مرهون. التمريرة إلى علي، إلى علي. يا علي، يا علي، هذه الكرة البحرينية، هذه الفرصة عالي جدا، لأن هدف الفوز في المباراة اللي سجلوا البحرين اللي عندها طبعا. يحاول فيها تسديدة قوية. المنتخب الياباني 1-0 يتقدم. الساموراي يسجل هنا عن طريق ريتسو دوان. 1-0 في الدقيقة 31. اليابان بعد الضغط، اليابان بعد المحاولات، اليابان بعد السيطرة تسجل وتستثمر وتستغل هنا هذه السيطرة بأسبقية في النتيجة. 1-0 للمنتخب الياباني في الدقيقة 31 بعد كرة اصطدمت في الذي كان حاضرا ايضا في مونديال شوط المباراة الاول، انه شاهد البحريني يستحوذ ويبحث. اويدا بيلعب له كرة على طول والتغطية الدفاع. يا عبد الله يا يوسف، يا عبد الله يا يوسف. تمريرة الى الجهة اليسرى. احمد العلي يطلق، وصافرة بداية هذا الشوط لمصلحة اليابان، لمصلحة اليابان، لمصلحة اليابان. هذا الساموراي من كل شوفوا كوبو والاخطاء، لكن شوفوا كوبو والاخطاء والاخطاء والاخطاء. يا ساتر على الاخطاء، يا ساتر على الاخطاء، الاخطاء بهذا الشكل. الياباني يتقدم، الياباني يتقدم، والكرة عائدة من اللاعب البحر. الكرة خلاص ما عنده احد، ما عنده احد. خبر الغير سار ان الهدف يقرأ ايضا في الدور القادم، ويسجل اول اهدافه في البطولة لواحد من المواهب في كرة القدم اليابانية، لواحد من النجوم في كرة القدم اليابانية. عرضية من دوان إلى الجهة اليسرى، ركلة مرمى. الأخطاء هنا، الهجوم هنا إياسي، وهنا الفرصة الكبيرة، لكن يبدو متسللا. نعم 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 متسلل. هل تسعد هذا الرجل؟ هل تسعد؟ لكن الأمور كلها كانت تشير إلى اليابان. انطلاقة موجودة خطيرة يابانية. الثالث يقترب، الثالث يقترب، بل أن اليابان تسجل الثالث عن طريق ناكامورا. هل كان متسلل؟ نعم كان متسلل في تصفيات كأس آسيا. كرة ملعوبة عرضية بحرينية، عرضية رأسية من مين؟ بحرينية بالراس، بحرينية بالراس. الله، عادت البحرين، عادت البحرين. أعيدوا لنا الحياة مرة أخرى في البطولة، في البطولة. فنحن لم نغادر بعد، فنحن لم نغادر بعد. ليس لن خطير ميتوما، لكن برافو على التحرك، التقدم، التمرير. شوفوا ياسي عدى المهاجم. خطرة يابانية، خطرة يابانية. خلصوها،
خلصوها عن طريق هدافهم الأول في هذه البطولة. نجم فاينورد الهولندي يسجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب الياباني ليقضون على هذه المغامرة البحرينية. الرغبة البحرينية في العودة للمباراة تقابل هذا الهجوم الياباني عن طريق هدافهم.